طيب ازيكم يا جماعة. النهارده هتكلم عن موضوع حساس شوية، وكنت فاكرة ان انا واتنين تانيين بنعاني منه، بس اتضح لي ان في ناس كتير زيي، فقلت اجي اشارك 60 بني ادم يعني بيتفرجوا عليا بشكل دوري بيهم. تغيرات الجو عاملة عمايلها، والبشرة حاليا مش بتبريك اوت، هي بتفريك اوت، بس كله اندر كنترول. النهارده هتكلم عن المالادابتيف داي دريمينج، احلام اليقظة المفرطة، اللي ممكن ناس كتير تكون بتعاني من الموضوع ده، وانا سكتي معاه كانت طويله قوي ومن زمان قوي قوي، فجيت اشاركك بالمعلومات اللي عرفتها عنه مع شويه تمارين. احلام اليقظه دي بتبقى حاله ذهنيه بيعيشها الانسان في دماغه وفي خياله، بتبقى عباره عن سيناريوهات او مواقف تخيليه غير واقعيه، وغالبا بتبقى هروب من الواقع او علشان يعبر عن رغبات جواه. في علم النفس دي بتبقى وسيله لاشباع الدوافع اللي هو مش قادر يحققها في الواقع، وده ممكن يقلل من القلق او التوتر اللي عنده بسبب الرغبات دي. بس السرحان ده لما يتحول لافراط بيتسمى باحلام اليقظه المفرطه، maladaptive daydreaming. وبعض الدراسات اتعملت بيربطوها باضطرابات زي فرط الحركه والقلق ونقص الانتباه والاكتئاب. مع ذلك مش كل احلام اليقظه ضاره، ممكن تعزز عندك الابداع، ممكن تنسباير يو بحاجه انت ممكن تعملها بعدين، بس كترها وحش ولازم تعمل توازن علشان تعرف امتى تسرح وامتى ترجع للواقع. تجربتي مع الداي دريمينج بشكل مفرط من وانا صغيره، وما كنتش عارفه ايه ده، يعني هو ايه اللي انا بعمله ده، معرفش، بس مبسوطه جدا. بس في الاول، في المراحل الاوليه، انا كان بيحفز الموضوع ده عندي كانت المزيكا. مشكله الداي دريمينج معايا ان انا برجع بالزمن وبطلع بالزمن وبتخيل ناس انا بقابلهم مستحيل اقابلهم في ارض الواقع، لان معلش انا هقابل الباتشينو في الجزء الثاني من ذا جاد فازر ازاي وامتى وفين. الاغاني بالنسبه لي كانت من الحاجات اللي بتحفز الموضوع ده، بس في الاول انا كنت ببقى واعيه، يعني لما اسمع اغنيه مثلا وابدا ادي دريم واخد بالي هو ايه الهبل ده، انا في الواقع واخد بالي انا في الاوضه، هوبا مره واحده الاحساس يقل، برجع للواقع فما بحسش بحاجه. مع الوقت كنت بتجاهل الاحساس ده علشان مش عايزه ارجع للواقع. مع الوقت انا مبقاش يفرق معايا، يعني مبقاش يفرق معايا ومبقتش احس حرفيا ان انا في الواقع من كتر ما انا عشت في دماغي. وانا بسبب الموضوع ده كميه سماعات بوظتها، كميه سماعات بسلك ومش بسلك باظوا، وكانوا بيبقوا انواع حلوه ونضيفه المفروض عشان تعيش. السماعه ما استحملتنيش. زمان كنت ممكن اقعد اليوم كله من اول لما اصحى لحد ما انام. انت في احلام اليقظه دي انت بتبقى ملك زمانك، انت تقدر تتخيل اي حاجه، رحت وجيت ورحت الاماكن اللي انت عايز تروحها، وعرفت الناس الفلانيه اللي انت نفسك تتعرف عليهم، عايزين هم كمان يتعرفوا عليك ومتحمسين يتعرفوا عليك. فانت لما تيجي ترجع للواقع بتحس اللي هو ايه ده، فاهم ازاي؟ وانا لما جيت افكر فيها اشوف ايه الفرق ما بين الواقع والتخيلات، التخيلات سريعه قوي، انت بتفضل تنطط نفسك من مرحله لمرحله، صعب قوي ان انت في الواقع توصلها بهذه السهوله يعني. فالواقع بيبقى ممل، الواقع بيبقى بطيء، ابطأ بكتير من اللي في دماغك، فبتحس ان انت عايز ترجع تاني المكان اللي انت كنت فيه وتهرب منه علشان انت مش عاجبك اللي بيحصل. بسبب الموضوع ده كنت عايشه دور الضحيه شويه، بسبب اللي هو الظروف والحاجات اللي حصلت لي والتروماز وايا يكن. فهي دي بقى اللي خلتني عامله كده وبتاع. فاكتشفت اللي هو لا، ولا التروماز ولا الدنيا، هو اللي انا فيه ده بسببي. فكنت بلوم على اللي حواليا والظروف وبتاع، بس اتضح لي اللي هو لا، هو اللي حطني هنا انا. حوار ان الظروف مش مساعداني، الناس مش عارفه ايه، والناس بقت وحشه قوي وبتاع. معلم، هو انت في حته مفيش حد هيطلعك منها غيرك، فكون ان انت هتلوم على حد او هتلوم على الظروف او ايا يكن ايه اللي هتلوم عليه، ده مش هيطلعك من اللي انت فيه برضو. ففوقت لنفسي شويه واتبعت الفنان مروان بابلو في الجمله بتاعت سبت دور الضحيه وبقيت ارده في الناس. مشكلتي لما بفتكر الايام دي بتضايق قوي، لان خد وقت كتير قوي وما خلاش دماغي تنمو في الوقت المفروض كانت تنمو فيه. بس ما اختلفناش، يعني دماغي كده منذ ايام اعدادي. لما جيت اعمل سيرش عن الموضوع ده لقيت مصادر كتير عامله عنه ابحاث وبتتكلم فيه، ودكاتره بتتكلم في الموضوع ده. وساعات لما بقلب على التيك توك بلاقي ناس عامله ميمز على الموضوع ده، فحسيت اللي هو ايه ده في ناس كتير تعبانه في دماغها زيي. في الاول انا ما كنتش بحس ان في ناس زيي في الحوار ده، عشان ما فيش حد كده من اللي حواليا، من الاهل او من الصحاب. فلما تلاقي نفسك مربوط في حاجه لوحدك بتحس اللي هو انا الوحيد اللي كده. بس لما بتلاقي ناس
بيعانوا من نفس المشكله او من نفس الازمه، بتحس اللي هو ايه ده، في كتير زيي، فبتحس بالاطمئنان والانتماء شويه. خلي بالك مش معنى ان في ناس بتعاني من نفس المشكله اللي انت فيها او الازمه ايا يكن ان انت تسيب نفسك وقشطه ما انا في ناس كتير زيي. ده مش هيحل لك المشكله. في حاجات بتثير الاحساس ده عندك، زي مثلا الكونفرسيشنز او المحادثات اللي ممكن تعملها مع الناس، روائح معينه، صوره او فيلم او خبر، السوشيال ميديا طبعا، اغاني. الموضوع بقى لما بيزيد منك بيبقى فيه تفاصيل، بيبقى فيه حبكه، فيه بلوت تويست ممكن تحصل في اخر الحدث. الموضوع ده بيسهلك ان انت تكون مش عارف تعمل اي مهام يوميه انت المفروض تعملها، مش عارف تنام ممكن كويس، وعندك دايما رغبة ان انت عايز تكمل في السرحان وتكمل في الحياة الوهمية اللي عايشة في دماغك. وكمان ده ممكن يضايقك في ان انت لما تيجي تقارن الحياة الواقعية بتاعتك بالتخيلات بتاعتك هتحس باللي هو القرف ده. ساعات بسبب الموضوع ده ان انت كترت فيه قوي، ساعات بيفلت منك ان انت ممكن تهز دماغك او ترد تتكلم بصوت عالي بطريقة مفاجأة انت مش واخد بالك ان انت بتتكلم بصوت عالي، او تسرح وتبرطم كده. فممكن حد يقولك وانت بتقول ايه، بتتكلم مع مين كده. طبعا بتبقى محرجه جدا ان انت مش عارف تقول له ايه، اللي هو حضرتك لو انا حلفت لك ان انا بتكلم مع ناس في دماغي انت مش هتصدق. لكن الخبراء في الطب النفسي والناس دي بتقول لا، هو ديت مش مرض نفسي، بس بتبقى آلية للتعامل مع صدمات انت تكون مريت بيها او شعورك بالوحده، فانت بتهرب من الموضوع ده. وهي ملهاش علاج محدد، وهي مش متصنفه دلوقتي لحاجه معينه ولا مرض نفسي. عشان بس ما تقلقش، هو احلام اليقظه المفرطه هي مش مرض نفسي. هو السرحان مش دايما بيبقى هروب، وممكن يبقى استراحه. فشوف انت بتهرب من حاجه ولا انت بس بتريح المكنه. هو مش غلط ان انت تسرح، بس لو لقيت نفسك بتضيع ساعات كبيره وكتيره في الخيال، وقف واسال نفسك هو انا بهرب من ايه. فدلوقتي انت ادركت ان الموضوع ده زايد عن حده، فانت دلوقتي مسكت المشكله، وده كويس. برضو مش هقولك ان انت تمنع الخيال مرة واحدة، لان ده مستحيل، عقلك لسه مش هيستحمله، لان ده خلاص بقى روتين في عقلك. فانت ممكن تخصص وقت للروتين ده من 10 دقايق ل 15 دقيقة، نص ساعة، عشان عقلك يحس ان في مساحة ليه شوية، بس ما تخليهوش يفلت وتلاقي كل اليوم بيضيع منك، علشان كده هيكون بيخرج عن السيطرة تاني. كأنك بتدي لعقلك الريموت، بس انت اللي معاك الحجارة. يعني هو مش هيشتغل غير لما انت تديله الحجارة، فانت اللي مسؤول. الخطوة اللي بعد كده ان انت تبدأ تدون، تجيب ورقة تكتب السيناريوهات اللي في دماغك دي شكلها عامل ازاي، بقابل مين، بتكلم معاه في ايه. هل انا مثلا في تخيلاتي دي مثقف وبقرا كتير مثلا، بتاع مزيكا وفاهم، واحد عالم مثلا. تبدأ تشوف ايه اللي انا بتخيله في تخيلاتي دي عشان اقدر افهم ايه اللي انا ممكن اعمله بعد كده في الواقع عشان اقدر احققها. الخطوه اللي بعد كده ديت برضو بالنسبه لي اختياري شويه، لكنها حلوه، ان انت ممكن تعمل تمارين. مش لازم تنزل جيم يعني، بس انت ممكن تعمل تمارين في البيت علشان تخرج الطاقه بتاعه الخيال دي في اي حركه، عشان عقلك يكون اصلا مش قادر يعمل حاجه، لان اوريدي انت جسمك تعبان. حاجه اسمها مايندفولنس، تمارين التركيز او الوعي باللحظه الحاليه، الحاضر اللي انت عايش فيه دلوقتي. انت تركز في اللحظه الحاليه، في الواقع دلوقتي، تركز في اوضتك اللي انت قاعد فيها، وتبص حواليك بنوع من التقبل مش بنوع من المقارنه، عشان زي ما قلت لك المقارنه هتسحلك وهتضايقك مش هتعجبك. اخر حاجه ان انت تقلل المحفزات زي الاغاني. شوف بقى انت ايه اللي بيسحلك في الموضوع ده، مسلسلات، الافلام، وخد بالك منها. وزي ما قلت لك انا كانت الاغاني هي المشكله، انا بدات اقللها دلوقتي قوي. يعني انا اليوم كله ممكن يعدي عليا من غير ما اسمع توتال 4-5 اغاني. مش بقولك ان انا بطلت نهائيا، ده مستحيل، لسه بسمع اغاني باللي مروان بابلو بينزله ده، لازم اكون لسه بسمع. لو انا في اللحظه الحاليه بسمع اغاني، انا بركز في الاغنيه، بسمع الليركس بتاعتها، احاول اركز فيها، شوف مروان بابلو بيلقح على مين. احب اقولك في الاخر اللي انت فيه ده لو انت بتعاني منه، يعني الموضوع الداي دريمينج ده، محدش هيطلعك منه غيرك، ايا يكن ايه اللي حواليك، ايه الظروف، ايا يكن. مش ده موضوع، يعني بتكلم في الحته اللي انت فيها، محدش هيطلعك من اللي انت فيه ده غيرك. انا لو ما كنتش انا اللي طلعت نفسي من الموضوع ده، ولا حد كان سأل، مش عشان انا شخص مش مهم، لا، بس انت اللي حطيت نفسك فيه، يبقى انت اللي هتخرج نفسك منه. هو بيبقى قرار، وتحاول تركز قوي 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 في الوقت اللي بيضيع منك، لان ده كان من الاسباب اللي انا خلاني افوق لنفسي شويه، لان حسيت لا، العمر بيجري والوقت بيجري. اعرف ان حياتك وقراراتك واقفه عليك انت، محدش هيجي يشدك من ايدك، ولا حد يقولك والنبي تعالى اعمل، تعالى سوا، مش هيحصل. مش عايزه اقول ترمي خيبتك، بس ما تحملش على الظروف، لان كده كده
مفيش حد ظروفه بتبقى مرتاحه 100%. وخليك زي احمد حلمي في فيلم الف مبروك، اسمع منه قالك اغير الواقع، اغير الواقع. لكن ما تنساش ان في فرق ما بين القدر والواقع. القدر هو اللي بيحصل لنا، الواقع احنا اللي بنعمله. فالقدر احنا مش هنقدر نعيب فيه، الواقع عيب فيه براحتك عشان انت اللي عامله. انا في الفقره اللي انا بحبها ودايما بحضر لها من قبل الموضوع، فقره الفيلم. بما ان احنا دخلنا في الصيف، فانا جبت لكم فيلم لذيذ لطيف مبهج سعيد. فيلمنا النهارده للسهره فيلم افتر سان. حلو خفيف، لكنه مش بدرجه الانشكاح اللي انت هتفتكر ان انت هتبقى فيها، بس هو فيلم حلو عجبني فشوفه. المهم بطل تسرح، وانت منين بقى ملعكمي؟ لا، اشوفك الحلقه الجايه، باي باي.